شباب، للناس اللي كانت بتسالني على ار كي اكس في اخر لايف احنا كنا فاتحينه، والناس اللي حطت لي في التعليقات ان هي بتدور على ار كي اكس، النهارده معرض مادو مطلع هديه حلوه قوي مع الار كي اكس قدامنا، وكمان منزل سعره عن المعارض الثانيه بشكل حلو قوي ولطيف قوي. ومش هطول عليكم وهقول لكم ايه الهدايا، وبعد كده هقول لكم السعر بتاعه كام. النهارده هو منزل معاه خوذه ومنزل معاه زيت ومنزل كمان معاه توب بوكس ينفع يركب ورا. كل الحاجات دي كلها فور فري مع الموتوسيكل. الموتوسيكل هنا زي ما اتفقنا هو مش بيجيب سرعات عاليه، بس هنا بنتكلم ان هو اوف رود او ادفنشر، فينفع للمطبات للنقر للحفر. يعني النهارده لو انت عايز تشتغل بحاجه ينفع الموتوسيكل ده 100% ان هو يشتغل معاك. هو كربوراتين 250 سي سي توب سبيد، عشان انا عارف الناس هتسالني. بنتكلم في افريج من 100 ل 110، بس ما بيجيبش سرعات عاليه. طبعا الموتوسيكل هنا عالي جدا عن الارض، في حتى حديده كده عشان تحافظ على الموتور، تحس ان الموتور في برواز عشان ما فيش اي حاجه تاثر فيه من الجزئيه اللي تحت. اما بالنسبه للتبريد هنا هو تبريد زيت، يعني في سربنتين زيت بتبرد الموتور المحرك يعني. وكمان في تانك سبير 3.5 لتر، عشان لو لا قدر الله البنزين قطع من حضرتك بتفتح الحنفيه معاك 3.5 لتر تقدر تتحرك لحد لما توصل للبنزين. اللي بيعجبني قوي في الار كي اكس ان انتوا شايفين الجنط هنا سلك، شايفين؟ فالسلك هنا بياخد ويدي معاك، يعني انت لما بتيجي تاخد نقره بتاخد مطب بياخد ويدي معاك. حاجه الاحلى كمان ان هو عمل لك هنا مساعد مقلوب. طب ايه الفرق بين المساعد المقلوب والعادي؟ انا عارف ان ممكن تبقى بتتفرج عليا وبتقول لي ما انا عارف يا عم، في والله غيرك ما يعرفش. المساعد العادي بيخلي التابلو كله بينزل لتحت في النقر والمطبات، انما المساعد المقلوب بيخلي الفرده هي اللي تدخل لفوق، بيساعد معاك على الاتزان وبيكون افضل من المساعد العادي. طبعا ده ابجريد كويس. هنا بنتكلم في رام الامامي والخلفي باكم. العدادات هنا انالوج، ابره، اضاءات في الكامل LED، سواء اشارات يمين شمال، نور عالي واطي. ولو بصينا هتلاقي ان هو عين وعين شويه، واخدينه شويه من البي ام الادفنشر، بس طبعا هنا في فرق كبير. ولو بصيت ولاحظت هتلاقي في فرق كبير قوي بين الرفرف الامامي والفرده تكون شبه او هي اوف رود، يعني هي معموله ومخصصه ان هي اوف رود. طيب هتيجي النهارده تقول لي البايك ده عامل كام؟ هقول لك وانا بوريك وضعيه الركوب بتاعته. طبعا البايك عالي جدا عن الارض زي ما انتم شايفين وضعيه رجلي. البايك النهارده مادو مطلعه ب 55,000 جنيه مع غيار زيت، مع خوذه، مع توب بوكس. الحاجات دي كلها بفلوس. حلو كمان ان في سكرينه صغيره. بصوا لو انتم شايفين، بصوا ده شكل العداد كده زي ما انتم شايفين، الاثنين انالوج تمام، وعامل لك كمان براكت عشان لو حضرتك على الطريق مفيش اي حاجه تخبط في ايدك، واعتقد دي حاجه كويسه. الموتوسيكل ده لناس معينه وفئه معينه فاهماه. اكبر دليل ان انت تعالى كده قرب معايا، لو جيت بصيت هتلاقي ان الاكزوست هنا عالي عن الارض. بصوا الاكزوست فين. طيب تفتكروا هم رافعين الاكزوست لحد الجزئيه دي ليه؟ عشان لو انتوا يا شباب دخلتوا في حاجه فيها ميه، الميه ما توصلش للاكزوست. ليه؟ عشان احنا زي ما اتفقنا هو الفئه بتاعته ادفنشر. لو عندكم اي استفسارات تحت في التعليقات، ولو عايزين تتواصلوا مع معرض مادو هتلاقوا اللينك وارقام التليفونات سواء على البوست او تحت في الديسكربشن. ما تنسوش الفولو واللايك والسبسكرايب والحاجات الحلوه بتاعتكم دي. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. تصبحوا على خير، سلام.